مانشستر سيتي نصب على نادي برشلونة بصفقة رودري. قبل لا أقول لك ليش سوي لي لايك ومتابعة على مود نستمر بهذا المحتوى. قبل لا نبدأ بكل شيء كنا متفقين إنه اللاعب رودري واحد من أفضل لاعبي خط الوسط بالفترة الحالية، وأيضا كان أفضل لاعب بكأس العالم. يعني كل شخص متابع لكرة القدم متفق إنه اللاعب رودري هو أفضل لاعب محور بالعالم حاليا. مثل ما تعرفون اللاعب رودري عنده إصابة بالرباط الصليبي، وأي لاعب عنده هذه الإصابة ما يقدر يكمل لك موسم كامل. حتى ايش تحكي؟ رودري لعب كأس العالم وجاب جائزة أفضل لاعب بالعالم، شلون يعني ما يقدر يكمل لك موسم كامل؟ فكأس العالم عبارة عن 8 مباريات بس، مو مثل الدوري الإسباني. نادي ريال مدريد من قدموا أول عرض بالتفاوضات ما بين ريال مدريد ورودري كان عبارة عن 40 مليون، لأنه يعرفون هذا اللاعب عنده رباط صليبي، ونادي ريال مدريد هو أكثر نادي يعرف شنو يعني الرباط الصليبي. كورتوا، كارفخال، وميليتاو، وديفيد ألابا، وحتى رودريجو، 5 لاعبين كان يعتمد عليهم نادي ريال مدريد، كلهم صار عندهم رباط صليبي وهياتهم ما يلعبون موسم كامل. فمانشستر سيتي من وافق على 72 مليون يورو على بيع رودري لنادي برشلونة، كان يعرف انه هذا رودري خلص كفى ووفى ويا السيتي، يريدون يستفيدون من سعره. والمشكله الاكبر من محور برشلونة الثاني ديونج، مات 24 ساعه مصاب. ولكن كنا متفقين على انه اللاعب رودري واحد من افضل لاعبين الوسط بالعالم حاليا. اريد اعرف، هل تتوقع انه رودري راح يقدم موسم ممتاز ويا برشلونة لو برشلونة انضحك عليه بصفقة رودري؟